وردة ميديم شوت تحت ضغط ما بتجيش. مريم حسين يقول لها بقى سيبي لي انا الملعب. وادي تصويبه ثنائيه ما بتجيش، والريباوند يمين وتصويبه ثنائيه اخرى جوه الباسكت، هذه المره عن طريق خديجه هاير. 52 الصومال 49 القطريين. قطر. حياة موسى، امل عكسيه في حياة فاضيه هناك قدام. بص حياة كمان تعبانه لسه مش قادره ترجع، وامل اهي راجعه بظهرها. وادي هنا اللعبه الشهيره بيها مريم، لكن هذه المره بتخفف في التصوير. راح تجرب بثلاثه. اوه لا لا مريم حسين ما بتجيبش باثنين. طب اهي يا كابتن وليد اجيبها لك بثلاثه وعزز التقدم الى 55 49. يا لها من مجنونه مثيره هذه البرتقاليه. كلا الفريقين يتبادل التقدم. بص هنا في امل وقفت وحياة ما بترجعش. لسه بدري، الجيم لسه بدري في الملعب يا ايها القطريون. في موجة ارتباك للفريق القطري، في موجة ارتباك للفريق القطري وهزة للمعنويات. الجيم لم ينتهي بعد الخبرات بقى هنا. هدى لسه بدري قوي، ده 6 دقايق. تصويب ثلاثي متسرع. ريباوند، لا هنا في وقعت، مش قادرة. لا ده تعب وخروج من الجيم. امل صالح 57 49 بتعيط تبكي من الالم. نتمنى لها كل السلامه، بذلت مجهود كبير رايح جاي، عشان كده بقول لكم مش قادره ترجع، لابد ان المدرب يغيرها على طول. هنا طالما الدكتور نزل خلاص في سبستيتيوشن، هي مش قادره سبستيتيوشن او تغيير. هنشوف طالعه ايه. وادي التمريرات والتصويبات وجوه الباسكت، ولها رمية حرة إضافية. هنشوف هنا مين اللي خارجة. 5 أخطاء شخصية حياة موسى. الرمية الحرة الإضافية منال كالي بتضيعها. أمل الريباوند. وردة بثلاثة ما بتجيش. الريباوند وحاولت تلحق الكرة لكن خطرة راحت منها. وادي وردة بتغير اتجاهاتها وتحاول تعديل النتيجة بنفسها. وادي جوه الباسكت ضيقت الفرق إلى 51 59. 8 نقاط وتبقى 5 دقائق، لسه بدري قوي. يعني الجيم ما زال في الملعب. انا مش عارف الفريق القطري مستعجل ليه. تمريرات لازم يبقى في تحرك في الدفاعات ده وضغط. مريم وادي قطع حلو قوي وجوه الباسكت. شوف الشيخ محمد بيسقف لهم ازاي عشان جمال القطعه والترجمه الحقيقيه جوه الباسكت. تغيير تاني. مين غاليه دي اللي نازله؟ هل هيضغط مان تو مان؟ هل هيضغط مان تو مان بس على مريم؟ وهنا منال كالي بتلعب. وادي تصويبه الثنائيه ما بتجيش، تروح لقمر لمريم عكسيه، بتروح لخديجه بتشوت جوه الباسكت.
بتشوت جوه الباسكت. توفيق كويس وغير عادي للصوماليين. وادي ورده وبتطلع سلميه ولا خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين. الرميه الحره الاولى ورده محمد بتضيعها. وبتحرز الرميه الحره الثانيه. على فكره المباراه دي تحدد الى حد كبير مين يبقى الصومال وقطر. يعني قطر كان ممكن ان هي تكسب تنفرد بالمركز الثاني لو كسبت اللقاء. لو الصومال كسب اللقاء يتساوى قطر وكل الفرق في رصيد 3 نقاط النهارده. هتبقى قطر 3 بونت، الصومال 3 بونت، الكويت والاردن ومصر 3 بونت، ويبقى في الصداره اللبنانيين مع الاختلاف في عدد المباريات، لكن الجميع متساوي 3 حتى الان لو انتهت بفوز الصوماليين. اما لو بفوز القطريين يقبع الصومال في المركز الاخير برصيد 2 نقاط، وتاتي قطر في المركز الثاني منفرده برصيد 4 نقاط نتيجه فوزها في لقاءين. مريم لازم يحصل رقابه لمريم ان هي ما تستلمش الكوره، كمان يحصل لها عزل. يا سلام على التمريره، شغل ببوتات رائع اتعمل في غياب دفاعات الفريق القطري اللي فيه ثغره. في ثغره اكيد عبد الرحمن شاهين وهشام شعبان هيكلمونا عنها. وادي خطا شخصي اخر لورده يستوجب رميتين حرتين. الرميه الحره الاولى بتضيعها. وبتحرز الرميه الحره الثانيه. مريم بتعدي واحده والثانيه وتغير اتجاهاتها. منال كالي بتطلع، هي مريم فاضيه هتشوط بثلاثه، هتشوط بثلاثه. كانت هتصعب المهمه قوي لو جت، لان كانت هتزداد المعنويات ويبقى الفرق 11 بونت في اخر ال3 دقائق. ورده بتعدي حلوه قوي، يا سلام يا ورده، بتباص بس غير متوقعاها، مش مهيئه نفسيا ان هي تخلصها. هدى تصويبه ثنائيه ما بتجيش. شوف رايحه على الباسكت لوحدها خالص، خطره خطره ما بتجيبهاش. وتلم مين؟ ورده. وهنا خطأ شخصي لصالح ورده محمد. ووقت مستقطع طلبوا المدير الفني لمنتخب قطر. خلينا نسمع ونشوف هيقول لهم ايه. Come on, the bench didn't know what to do. Pay attention. Pay attention. Look, hey, 1-2-2, we got to push it up. No matter what. You make a turnover, one player running back. Hey, we still got time left. Hey, hey, don't give up. Finish the game out like professionals you are. Like the professionals with pride. Finish the game out with pride. With pride. Finish that. Ball straight. Ready, Marco straight. انتهى الوقت المستقطع وشفنا إيريك كار بينبه عليهم ان الجيم ما انتهاش، لسه فيه 3 دقايق او 2.5 على حسب التوقيت المتبقي، وان ما يصحش ان هو الجيم نلعب فيه كده ولازم نرد بسرعه. وبيتكلم على الترانزيشن فروم اوفنس تو ديفنس،
او التحول من الهجوم للدفاع لابد ان يكون سريع اسرع من كده. وادي ورده، يا سلام يا ورده، هارد لك يا بدي، دي هارد لك، انت حطها صح. طويله لمريم لكن بتجيبها، خطره. مريم لقمر، باقي ثانية من زمن الهجمة، بقى بتشوت جوه الباسكت، جوه الباسكت، بقول ثانية وبتشوت جوه الباسكت. يا لها من كرة مثيرة هذه الهجمة. 67-53، 14 نقطة فرق. الكوارتر الرابع انهيار تام للفريق القطري، رغم انه كان انهى الكوارتر الثالث كله متقدم الا انهيار كامل. اكيد فرق النقط عالي جدا. نشوف في الاستاتستكس. وادي تصويبه ثلاثيه ما بتجيش. مريم قمر، منال كالي ما بتجيش. في استسلام كده ليه مش عارف من الفريق القطري. وادي ورده وخطا شخصي يستوجب رميتين حرتين. شوف الكوارتر الثالث انتهى 49-42. 49 قطر، 42 الصومال. دلوقتي السكور 53-67، يعني معنى كده ان قطر احرزت فقط في الكوارتر الرابع كله لغايه دلوقتي 4 نقاط، عفوا 5 نقاط بدي. اما الفريق الصومالي من 42 قفز الى 67، 25 نقطه. يعني نتيجه الكوارتر ده 25-6. يبقى انهيار ولا مش انهيار في الكوارتر الرابع؟ يبقى انهيار للفريق القطري في الكوارتر الرابع. لا ندري له اسبابا تجلي وجلجلي يا مريم، فانت تستحقين ان تكوني نجمه المباراه. بص نقل الكوره وبص اللعب بجماعيه وتصويب وثقه للفريق الصومالي. 3 على 2. امل مارشيه، تيرن اوفر مش في وقته، 44 ثانيه. لا 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 لا، المباراه تذهب الى الفريق الصومالي بفارق 13 نقطه على عكس التوقعات. ايها المشاهدين، حقا على عكس التوقعات. كلنا توقعنا ان الفريق القطري يتفوق، لكن بص شوف التغييرات الاتجاه والاوفر كروس والبتوين ليجز والدريبل اللي هو الكروسات اللي بتتعمل لتغييرات الاتجاه. امتعينا يا ورده الصوماليه. خطأ شخصي